السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. بصوا يا بنات الجمال، حاجة كده فاخر من الاخر. بصوا الهشاشة بتاعتها، حاجة كده يعني زي العسل. بصوا شايفين؟ بصوا يا بنات، حاشين بالشوكولاتة وعاملين منها سادة. عايزة تحشي بالشوكولاتة ماشي، عايزة تحشي جبنة ماشي، عايزة تعملها سادة ماشي. زي ما انتوا كده شايفين، الاولاد مش مستنيين حتى لما اصور الفيديو واوريكم الحاجة اللي هي كده فاخر كده من الاخر. هي هشاشة كده وحاجة زي العسل. كل ما بفتح واحدة ربنا يا رب يخلي ويبارك كده، عقبال ما يرزق كل واحد بالذرية الصالحة يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة. زي ما انتوا كده شايفين، ابقى اكسر واحده كده دوت بشوفها كده ومد ايدهم، ده عاوز وده عاوز، حتى اصحابهم عايزين. قلت لهم لا استنوا بقى لما اصور بقى الفيديو واخد لها حتى صوره. بصي بنات الهشاشه والطعامه بتاعتها، بصوا حاجه كده زي العسل من كتر طعامتها وحلاوتها كده. مش بسم الله ما شاء الله، محدش مستني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. بصوا يا بنات، حاجه كده هشه قطنيه جميله زي ما انتوا كده شايفين. بصوا يا بنات، حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله. بصوا احلى من اللي بنجيبه من الفرن مليون مرة، مش هقولك مرة، مليون مرة. حاجة كده زي العسل. بصي يا بنات، بسم الله ما شاء الله. بصي السوا بتاعها مظبوط ازاي. بصي حاجة جميلة جدا 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 ما شاء الله زي ما انتوا كده شايفين. بصي السوا بتاعها، بصي الجهر بتاعها شوف معمول ازاي، والوش بتاعها ازاي. حاجة كده يعني مش قادرة اوصف لكم الجمال ولا الهشاشة بتاعتها. بصوا شوفوا، حاجة كده ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انتوا كده شايفين، هشة خفيفة قطنية بيضة كده زي العسل. كمان الكاميرا والله العظيم ظلماها، مش جايباها على حقيقتها زي ما انتوا كده شايفين، لان الاضاءة ضعيفة خالص، فمش جايبة المعجنات على ولا الفيديوهات اللي بعملها على الحقيقة بتاعتها. الفيديوهات جميلة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها، والمعجنات زي العسل زي ما انتوا كده شايفين. بس الإضاءة ضعيفة فمش جايبة الحاجة على الحقيقة بتاعتها. والله زي ما انتوا كده شايفين، حاجة كده يعني زي العسل، وبأقل التكاليف، والحاجات موجودة في البيت، يعني حاجة زي العسل. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهقولك المقادير بتاعتنا، وهقولك الهشاشة دي جاية منين، والطعامة دي كده جاية منين. حطينا كوباية من اللبن، وهناخد نص كوباية، وهنخلي الكوباية التانية هنزود منها. ان عوزنا للدقيق هناخد، ما عوزناش يبقى خلاص. لان في دقيق دايما انا بقول على طول، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لا. حطينا معلقة من الخميرة اللي هي 10 جرام الكيس اللي بنشتريه، وحطينا معلقتين من السكر زي ما انت كده شايفة، وهنحط 2 بيضة. لو مش عايزة بيض ممكن تزودي لبن مكان البيض عشان السوائل يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لكن انا بزود فيها القيمة الغذائية عشان الاولاد زي ما انتم كده شايفين بياخدوا ياكلوا الحاجة. فالاولاد البيض الاولاد ما بردوش ياكلوه، سواء اللبن برضو ما بردوش يشربوه، فانا بدخله لهم في المعجنات عشان نعلي القيمة الغذائية فيه عشان الاولاد، عشان ندخل البيض اللبن الحاجات اللي هم ما بياكلوهاش. بعد كده يا بنات هجيب عصرة ليمونة كده، واحط عليها نص معلقة من البيكنج باودر. ده بيخلي الهشاشة السر في ايه، في الليمون والبيكنج باودر مع بعض كده. لما تخلطيهم على بعض وتدوبيهم كده على بعض، وتنزلي بيهم كده على الخليط ده كده، وتقلبي كده، بيدي هشاشة وطراوة للعجين يا بنات ما اقولكوش. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا كده شايفين. هنقلب كده زي ما انتوا كده شايفين الخميرة والسكر لحد ما يدوب السكر خالص كده معانا. وبعد كده هننزل بالدقيق، وما تنسيش رشة الملح انا هحطها برضو وهوريها لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي كده معلقتين من الزيت، معلقتين اكل بس من الزيت يا بنات، ما حطيتش لا اكتر ولا اقل من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه. انا بقول لكم دول كيلو الا ربع من الدقيق، يعني 750 جرام من الدقيق، كيلو الا ربع، اللي هو 6 كوبايات يا بنات، اللي هو 6 كوبايات. 750 جرام من الدقيق اللي هو 6 كوبايات من الدقيق يا بنات. الدقيق ده نوعه ايه؟ دقيق من عند العطار، جايبه اللي هو الدقيق السايب اللي هو متعدد الاغراض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
انا هقلب كده زي ما انتم كده شايفين الدقيق. بعد كده هعجن اقلب بالسباتولا. بعد كده هعجن بدوادي رشه الملح زي ما انتم كده شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. بس لو وصلنا لحد هنا كده بالفيديو يا بنات ما تنسوناش بلايك واشتراك، ولو عجبتكم كده المعجنات بتاعتي والفيديوهات بتاعتي كده تاخدوا لكم لفه كده في القناه هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة وكومنت كده حلو منكم. اللهم بارك، يعني هتلاقوا الفيديوهات جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم، المعجنات والفطير وكل حاجة فيها حلوة والكيكات وكل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزة القناة تكبر بيكم كده يا حبايب قلبي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي كده ويبارك فيكم ويخلي لكم اولادكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بنزل كده باللبن حبه حبه زي ما انتم كده شايفين، حبه حبه كده باللبن لحد ما اوصل لقوام العجينه اللي انتوا هتشوفوه. بعد كده يا بنات نزلت بمعلقه صغيره من الزبده دي، سيحتها كده على النار لانها كانت متجمده في الفريزر، فسيحتها كده على النار. هما 50 جرام بس من الزبده يا بنات، زبده فرن، زبده آه جنة، اي نوع زبدة، زبدة بلدي اللي موجود عندك تنزلي بيه. لو ما عندكيش زبدة تنزلي بمعلقة سمنة اللي هي ما يعادل 50 جرام للناس اللي بتحب توزن. اللي ما بتحبش توزن معلقة اكل من اللي احنا بناكله، بس مش معلقة هرمية، معلقة صغيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات كده انا بلم العجينة زي ما انتم كده شايفين. احنا عاوزينها عجينة لا طرية قوي ولا يابسة قوي، زي ما انتم كده شايفين عايزينها عجينة لينة كده بس ما بتلزقش، عشان يبقى المعجنات معاكي هشة كده وحلوة زي ما انتم كده شايفين. بعد كده هنزل بنقطتين من الزيت او معلقة من الزيت، هتنبه البولة كده عشان ايه ما تلزقش في العجينة زي ما انتم كده شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبكيس تلاجة بستريتش ببونيه من اللي هو البونيه ده اللي طالع اللي بنشتريه ده كده، اللي كان الكيس ده كده كان ب10 جنيه، دلوقتي بيجي مش عارفة بكام، مش عارفة بصراحة بكام. ايوه ده كده. بصراحة يا بنات جميل جدا جدا، احلى وارخص من اللي هو الرول ستريتش كده. جميل وسهل جدا، ممكن تستخدمه الواحدة مرة واتنين وتلاتة في حاجات، وبتنفع كمان في التلاجة. انا سبتها كده لحد ما اختمرت، غطيتها بالبون ده يا بنات، بالبونيه ده كده. وبعد كده حطيت عليها فوطة وحطيتها في مكان كده بعد عن المروحة، وسبتها تختمر زي ما انتوا كده شايفين. طلعت بالجمال ده كده، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا كده شايفين ما شاء الله العجينة زي ما انتوا شايفين كده لينة بس ما بتلزقش في الايد، طرية بس ما بتلزقش في الايد. اللهم بارك، جميلة جدا جدا زي ما انتوا كده شايفين. هنقسمها كده يا بنات، ممكن تقطعيها بالطريقة اللي تريحك. بصي اهي كده احنا هنقطعها كده بالسكراب ده كده زي ما كده شايفين كده بالقطاعة تحت العجينة. وما عندكيش بسكينة وممكن بايدك كده تعمليها كور عادي جدا جدا. بعمل الكرة زي ايه، زي البيضة الكبيرة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتوا كده شايفين اهو كده، بصوا يا بنات اهو. يعني ما انا الكبيرة بعوش منها حتة والصغيرة بدها حتة، يعني كده زي ما انتوا كده شايفين بعملها كده بالعين من غير ميزان ولا اي حاجة، زي ما انتوا كده شايفين كده بالعين كده اهو كده. بصوا يا بنات اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هدهن الصينية من الزيت وهحط فيها كده رصهم كده زي ما كنتوا شايفين اهو كده. هنكورهم كلهم كده كور كده كلهم مع بعض، عشان لما نقعد نشكل تكون ارتاحت وتبقى ايه سهلة معانا في التكوير، سهلة معانا في الفرد. هنكورها ونركنها وبعد كده نبقى سهلة معانا في الفرد، الواحد ما اتلخبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وممكن تعمليها كده تروليها كده على الترابيزه كده او على الرخامه زي ما انتوا كده شايفين. وزي ما انتوا كده شايفين الكبيره بحش منها حته والصغيره بحط لها حته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الواحد يعني من كتر من هو بيعجن وبيعمل كده بقت عينه ميزان، بتعرف الكبيره والصغيره بقت عينه ميزان كده بيظبط يعني بيها الكور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصراحة يا بنات المعجنات في البيت حلوة قوي قوي قوي، بسم الله ما شاء الله. والاولاد كده بتحطيها كده على الرخامة او على السفرة،
العيال بتروح وتيجي كده عليها، العيل بيلعب كده وبيسحب واحدة، انت حاطة فيها بيض وحاطة فيها لبن وحاطة فيها يعني حاجات غذائية، فالعيل بياخد بالواحدة كده، لو حشيها جبنة حشيها شوكولاتة مش حشيها حاجة خالص، الطفل بيروح ويجي عليها كده بصراحة بياكل أحسن. تقعد تجري ورا في الحر ده عيش وطبيخ ومش عارفة وما بيرضاش ياكل والله. فأنا بستسهل المعجنات دي كده، وممكن تحشيها لهم فراخ، تحشيها لهم لحمة زي ما تحبي. بص أنا عملت كده الطريقة دي كده، وهعمل طريقة تاني زي ما انتوا كده شايفين كده، هعملها كده بعد كده هجيب الكورة وبقطعها على طول، مش لازم ان انا فريتة واعملها رول ومش عارفه ايه، لا لا انا هعملها كده بقطعها وفريتة كده على طول، عفريتة زي ما انتوا كده شايفين كده اهوت كده. وبعد كده ايه هنقطعها ايه 4 شرايط كده من قدام بالسكينة او بالسكراب كده اللي معانا ده كده اهو كده، بصي كده اهو كده زي ما انتوا كده شايفين كده، ايوه كده اهو كده. عايزة بقى تحشيها الحشوة اللي انت عايزة تحشيها في الحتة دي كده، وتحشيها وتروليها كده اهي، سهلة جدا جدا ومبطلعش منها الحشو خالص. هبص يا بنات اهي زي ما انتوا كده شايفين، وهنرصها بقى كده في الصينية كده، ايوه تجيب اللي هي الضفاير كده بتاعتها دي كده هنا كده تحت كده عشان ما تفكش منك كده، تحطها في ارضية الصينية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بعد ما حطيتها كده رجعت تاني حطيتها بالطول، لان كده لقيت الصينية مش هتشيل الكمية كلها، وانا عايزة احطهم في صينية واحدة عشان يبقوا جنب بعض كده، لما يختمروا يدوك يلزقوا ببعض كده ويدوك الهشاشة كده والطراوة اللي انت شفتيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا عملت التانية دي كده زي الرول كده، دي طريقة برضو سهلة والتانية سهلة، وبرضو وهوريكم طريقة تاني بس مش عارفة هتيجي ولا مش هتيجي، برضو سهلة جدا جدا التانية زيهم كده، يعني كلهم سهلين ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وما عندكيش اللي هي النشابة دي او ناسية اسمها والله، اللي بنفرد بيها دي كده، تفردي بايدك لان العجينة يعني سهلة مش بتبقى مردنة. المردنة دي لو ما عندكيش المردنة دي ممكن تفردي بايدك، عشان العجينة سهلة يعني مش يابسة تتعبك، لا سهلة. وبالسكينة هو نقطع كده زي ما انتوا كده شايفين اهو، بصي يا بنات اهي كده كده اهو زي ما انتوا كده شايفين، وهرولها كده زي ما قلت لك، عايزه تحشيها ومش عايزه تسيبيها ساده زي ما انا سايباها دي كده ساده ماشي. هنعمل منهم الساده، هنعمل منهم اللي هو بالشوكولاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. لو وصلنا لحد هنا يا بنات بالله عليكم ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه، خلي القناه تكبر كده بيكم ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم ويدومكم نعمه في حياتي يا رب. عاوز القناه كده تكبر بيكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي تالت واحدة كده نعملها رول كده، الطريقة التانية هتيجي دلوقتي ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات هي طريقتها سهلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، مش محتاجة شرح ومش محتاجة فقاقة، هي يعني طريقة سهلة جدا جدا اهي، بايدك بالمردنة بالنشابة بأي حاجة تلاقيها كده سهلة ان شاء الله بإذن الله. العجين في البيت والله خير، بسم الله ما شاء الله. ما بياخدوش حاجة على الفرن، يعني ما الخبيز ما بياخدش 10 دقايق على الفرن كده، لان بتبقي مشغلة الفرن بتبقى سخنة، بتحطيها المعجنات دي عايزة فرن سخن عشان تطلع طرية. لو الفرن باردة بتمص العجينة بتبقى ناشفة اهو كده يا بنات. بصوا زي ما انتوا كده شايفين انا لقيتهم كده وقت مش هيستحملوا كده، فجيت لفهم تاني، هوريكم دلوقتي هتبقى لفتهم ازاي. بعد كده يا بنات اهو كده زي ما كده شايفين، انا عماله اكرر فيها ليه؟ عشان ايه؟ سهله جدا ان شاء الله. بصوا يا بنات عماله اكرر فيها عشان ايه؟ اللي ما شافش يشوف. بعدين هنعملها كده تاني ايه بالشوكولاته دول كده، بحط كده قطعتين من الشوكولاته كده زي ما انتوا كده شايفين اهو. لو عندك نوتيلا ممكن تحشيها اهو كده، بصوا اهو كده شايفين اهي، سهله جدا وما شاء الله تحفه تحفه تحفه، بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي كده، لما بلاقيش الشرايط دي محطوطه كده جنبها. بصي انا هوريكم، بص اهي جات اخيرا جات
اهي كده بفردها كده اهو زي ما انت كنت شايفه اهي كده اهي، بالرول على بالمردانه على طول كده، بفرد كده على طول من غير ما يعني كده سهله وكده سهله، الاتنين حلوين. يلا لو عجبكم الفيديو، عجبتكم المعجنات بتاعتي كده، اكتبوا لي كومنت وقولوا لي، وما تنسوش تشتركوا في القناه عندي كده عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنحط كمان فيهم دول كده شوكولاته التانيين. ولازم يا بنات لازم لازم تستنوا العجين لما تختمر، وتبقى تختمر كويس خالص عشان لما تحطها في الفرن تنتفخ معاكي وتبقى ايه هشة كده وحلوة، وزي ما انت كنت شفتيها هشة وطرية كده القرص وزي العسل زي ما انتوا شايفين. اهو بصوا يا بنات، انا بعد ما لفتها بالعرض رجعت لفت بطول زي ما انتوا كده شايفين، ولازم تغطيها قبل ما تحطها في الفرن وتختمر لحد ما تشفت الخمر بتاعها. بصوا طالعه ازاي، طلعت بالجمال ده كده زي ما انتوا كده شايفين، حاجه كده يعني فاخر من الاخر، حاجه زي القمر كده، تستاهل بقكم بألف هنا وشفا. معلش صوتي تعبان يعني عندي برد كده وصوت الدوشة، انا اسفة. بصوا يا بنات حاجة كده زي العسل كده، قمر قمر قمر. بصوا شايفين الطراوة بتاعتها، بصوا هاشة كده وزي العسل، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا كده شايفين تحفة. بصوا يا بنات عملوا كمية بسم الله ما شاء الله ازاي، الواحدة لوحدها كده تشبع زي ما انتوا كده شايفين. لما اختمرت الكدبانة صغيرة دي، بصوا لما اختمرت بقت هاشة جميلة كده منتفخة طرية ازاي، كلها طراوة كده وحلوة. احلى من بنجيب الحاجات دي، احلى من تجيبها من الفرن 100 مرة، وارخص واوفر، وحاجة زي العسل. ممكن تحطيها زي ما هي كده دافية في اكياس، وحطها في الفريزر، وقبل ما تيجي تفطري كده ب10 دقايق بتلت ساعة كده تطلعيها من الفريزر تبقى لك هشة كده وطرية وزي العسل. بس تكون دافية وتحطيها قبل ما تبرد وتفتل منك وتيجي تجيبها من الفريزر تتكسر، لا تبقى دافية كده تحطها في الفريزر على طول. يا رب يعجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسيبكم في رعاية الله وأمنه.